تعال اقول لك ازاي تخس 20 كيلو في اسبوع وبخطوه واحده بس. الكلام ده مش قابل للتحقيق على الاقل دلوقتي في زماننا ده باي حاجه، حتى لو رحت الجيم كل يوم 8 ساعات. بس كنت تعرف ان ممكن تخس اصلا وانت نايم؟ ايوه، النوم بيخسس ويمكن احسن من مروحك للجيم كمان. بس قبل ما نتكلم ازاي تخس، تعال نراجع اصلا ازاي بندخل وجسمنا بيتعامل مع الاكل ازاي. زياده الوزن دي بتحصل ببساطه عشان جسمك بيخزن الاكل الزياده. الاكل عندنا بيتقسم لثلاث انواع رئيسيه: كربوهيدرات ودهون وبروتينات. جسمك بيمتصهم ويبدا يكسرهم عشان ياخد منهم الطاقه اللي يقدر يعيش بيها. بس جسمك مش بيكسر الاكل كده وخلاص، ده في ترتيب معين. جسمك بيكسر الكربوهيدرات اول حاجه عشان هي اسهل حاجه تتكسر. البروتين جسمك بيستخدمه في بناء العضلات والانسجه وغالبا مش بيحتاج يكسره الا لو انت في مجاعه مثلا وما قدامكش حل تاني. الدهون بقى بتعتبر اكتر حاجه بتدي طاقه في كل انواع الاكل، كل جرام بيدينا 9 سعرات، وده رقم كبير جدا بمقارنه مع البروتينات والكربوهيدرات اللي بتدينا 4 سعرات بس. بس الحلو ما بيكملش، جسمك بيلاقي صعوبه كبيره جدا في انه يكسرها بسبب تعقيد تركيبها الكيميائي. حاجه صغيره، الدهون مش وحشه زي ما كل الناس فاكره، مش لازم عشان تخس تبطل دهون، بالعكس في فيتامينات جسمك مش هيستفيد بيها اصلا غير وهي دايبه في دهون. كمان من غير دهون جسمك مش هيعرف يبني خلايا جديده وحاجات تانية كتير مهمه. الفكره في مصدر الدهون مش في الدهون نفسها. بعد ما جسمك يخلص تكسير الخلايا بتبدا تاخد حاجاتها من الجلوكوز بمساعده الانسولين، وبعدها بتحرق الجلوكوز ده عشان تحوله لطاقه. واول ما جسمك ياخد كفايته من الطاقه بيوقف تكسير وبيبص يلاقي عنده حاجات زياده، فيقول ما اخزنهم يمكن احتاجهم بعدين، فبيودي كل حاجه زياده على الكبد، والكبد يبدا يحولهم لدهون ويخزنهم في الجسم. ويوم ورا التاني جسمك بيخزن اكتر واكتر لحد ما تلاقي نفسك تخنت. بس ثانيه، اخدت بالك من حاجه؟ جسمك مش بيخزن غير الزياده. يعني لو قللت اكل ممكن تخس، او ممكن لا، مش شرط على فكره. هنتكلم اكتر ازاي تخس الفيديو الجاي، فما تنساش اللايك وفولو. واللي في الكومنتات ممكن نتكلم عن مواضيع تانية. بس كده، سلام.